وهيبة. نعم يا ستي. حطي الغدا بتاع توفيق في طبق وفضي الحلل واغسليهم معاكي بالمرة. حاضر. انا عارفة توفيق اتأخر كده ليه. ما تعرفش اخوك راح فين يا سامي؟ تلاقيه في الوزارة عمال يبرطع ورا البعثة بتاعته. وهو فيه وزارة لحد دلوقت؟ دي الساعة تطلع لها 3 وزيادة. يعني هيكون فين يا ماما؟ انا عارفة يا ابني، ملوش عادة يتأخر لحد كده. يا ستي يا ريتني كنت زيه، فاضي وحر نفسه ولا وراهوش هم، مش زي حالاتي. وهم ايه ده اللي انت شايله فوق دماغك من دلوقت؟ هم الجواز اياه. والله يا ماما انا كل ما افكر في الحكاية دي راسي تلف. مش متصور ازاي هكون زوج بعد 1 ولا 2 سنة. 1 ولا 2 يا راجل؟ احنا مش متفقين قدام اختك سميحة انك هتكتب الكتاب وتخش رابع يوم العيد؟ احنا اتفقنا نكتب الكتاب بس، انما امتى اخش اهي دي بقى ما اتفقناش عليها. كده يا ماما عاوزاني اكتب الكتاب واخش في ليلة واحدة؟ مش معقول. بقى بعد 30 سنة حرية عاوزين تكروتوني كده في 3 شهور؟ ده حتى حرام عليكم. انا كنت رايح انام، عن اذنك. تعال هنا يا راجل فهمني. كويس انك فتحت الموضوع. لا مفيش داعي نقفل. تعال هنا فهمني. وش اخرة خطوبتك لسعاد اللي بقالها 2 سنين وزيادة دي؟ فعلا ايه اخرة خطوبتي لسعاد؟ وهتفضل معلق بنات الناس جنبك كده لامتى؟ ما هو بقى يعني كده. قولي، هي سعاد مش عاجباك في حاجة؟ لا ابدا، بالعكس. سعاد دي بنت خالتي ومؤدبة وعجباني في كل حاجة، انما بقى تكونش حاطط عينك على حد تاني. هو انت يا ماما عارفاني بتاع كلام من ده؟ امال ايه؟ مش عاوز تخش ليه؟ لا انا بقول يعني انا متهيألي ان انا لما خطبت سعاد كنت لسه صغير برضه ومش فاهم الدنيا كويس. ليه؟ كان عندك 27 سنة وزيادة وكنت موظف بقالك 4 سنين. كنت في الدرجة السادسة ومن يومها وانا لسه في الدرجة السادسة. وفيها ايه يعني؟ وما تتجوزش ليه وانت في الدرجة السادسة؟ مش بس الواحد يستنى لما ياخد الدرجة الخامسة وبعدين يتجوز؟ في حد يتجوز وهو في الدرجة السادسة يا عالم؟ يا ابني لو كنت هتستنى الدرجة الخامسة مش متجوز في سنتك. ومين قالك ان انا مش هاخد الدرجة الخامسة السنة دي؟ ايه على الله. ده انا بقالي 1 وزيادة وانا بجري عليها وخلاص اهي فرجت. في 3 درجات 5 في الكادر الجديد، وانا و20 واحد بس في المصلحة اللي مرشحين ليها. بس 20؟ ايوه، وليك عليا اول ما اخدها اخش على طول واخلف كمان اذا حبيتي، بس اخدها الاول. بقى ده اسمه كلام يا اخواتي؟ هتبت ما هو توفيق اللي بيخبط ده يا ست. باركولي كلكم زغرات يا موهبة. اتأخرت كده ليه يا توفيق؟ خير يا ابن اللهم اجعله خير. بس يا وهيب عقلي. هسافر فرنسا في ظرف اسبوع واحد من دلوقتي. فين الشنطة؟ هاتوا الشنطة. فين هدومي هاتوا هدومي. ايه الهوسة الكدابة دي يا ولد؟ ايه الحكاية يا توفيق؟ خلاص مجلس إدارة الجامعة وافق. الوزير مضى الورق النهارده. هسافر في بحر اسبوع او 2 على الاكثر. تسافر فين ان شاء الله؟ من فضلك اسكت انت. ايه؟ خليك في حكايه جوازك والدرجه الخامسه. لا يا شيخ. لا يا شيخ. مسافر يا بيه، رايح فرنسا، رايح اوروبا، هشوف العالم فيه ايه. ايه رايك يا ماما في الخبر المدهش ده؟ الله، انت ساكته ليه؟ انا بصراحة يا ابني مش فاهمة انت عاوز تسافر ليه وتسيب وظيفتك في الشركة؟ وهي دي وظيفه دي؟ ليه يا ابني؟ مالها؟ مش على الأقل بتاخد لك 20 جنيه وانت لسه ما بقالكش 6 اشهر؟ اكتر مني انا اللي بقالي 4 سنين موظف حكومة. هو عاجبه 20 ايه يا هانم؟ قلت لك 20 جنيه. ليه؟ نجيب بيهم رز. تجيبي ايه؟ قلت لك رز يا اخي. ب20 جنيه عليا؟ ليه؟ هنفتح محل فتة؟ هنسرح بعربية كشري؟ يا سلام عليك يا صفوت، هو انت الواحد لما يكلمك ما ياخدش منك غير التريقة؟ امال ايه اللي ب20 جنيه رز؟ اصلهم مش لينا احنا كلهم. امال لمين؟ لينا احنا ب10 وماما عاوزة منك 10 جنيه سلف تشتري بيهم لنفسها. وهي بقى اللي شارت عليك الشورة دي. ايوه، البلد فيها أزمة رز وكل ما ابعت البنت تشتري يقولوا لها مفيش. ولما مفيش منين هتجيبوا الكمية الكبيرة دي؟ ماما مش حاطة ايدها في المية الباردة زيك. فضلت تدور هنا وهنا لغاية ما لقيت واحد يريحنا ويجيب لنا اللي احنا عاوزينه. بكام؟ قصدي يعني بسعر كام؟ انا عارفة، ماما هي اللي اتفقت وياه. ضروري طبعا يرفع السعر شوية. طبعا، مش في أزمة. والله انا لو من التجار والاقي قدامي زباين فجعانين زي سيادتك والست مامتك، مش بس اعمل أزمة، ده انا ابيع الحباية الواحدة بقرش سعر. قصر الكلام، هات الفلوس. فلوس ايه؟ عالي عليه. الدنيا مش هتخرب لما نقعد لنا كام يوم من غير رز. يا نهار زي بعضه يا صفوت، نقعد من غير رز ازاي؟ ليه لا؟ هو مش كله نشا؟ كله بطاطس، مكرونة، قلقاس، لازم رز يعني؟ بلاش الكلام اللي لا يودي ولا يجيب ده، وحياتك قوم هات لنا الفلوس احسن ماما زمانها جايه يا صفوت. قوم انت هاتي لي اكل، انا راجع من الشركة هلكان على الاخر. حاضر هجيب لك تاكل، استنى بس اما اشوف مين اللي على الباب. مين؟ ماما. جرى ايه يا عليا؟ انا مش قايله لك اول ما جوزك يرجع من الشركه تجيب الفلوس